السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. من فضلكم اللي يعدي على الفيديو بتاعي وإن شاء الله يعجبه لايك وشير ونشترك ونفعل الجرس عشان ينزل لنا كل ما هو جديد. نقوله بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنبدأ في ايه النهاردة. هنعمل فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. هنعمل الحلبة المعقودة او بيقولوا عليها المفتقة، كل واحد وحسب مكان المنشأ بتاعه بيسميها بطريقته والحاجة اللي بيحبها بيسميها بيها. الحلبة دي جميلة جدا، مرة واحدة في السنة ويا ريت ما تفوتش علينا ونعملها، فايدة جميلة قوي قوي قوي. هنقول المقادير: 3 كيلو من العسل، بتتظبط معانا وبتبقى حلوة قوي، المقدار ده جميل. نص كيلو من الفول السوداني، وانا بجرشه كده، انا بحس في الجرشه بتاعته كده بيبقى احسن في اكله وبيدينا طعم جميل قوي، والطعم بتاع السوداني بيبقى باين قوي وجميل. معانا ربع كيلو من السمسم بالشكل ده، سمسم من سمسم احمر او ابيض اللي بيتوجد بيتعمل بيه مفيش مشكله. معانا 3 معالق من المغات، وهقول لكم هنعمل بيها ايه، ودي بقى السر الجامد قوي للحلبة. خليكم معايا وهتشوفوا هتصرف فيها ازاي. كوبايه من الزيت، بس يا ريت الزيت يكون حلو ونضيف عشان الريحه ما تبانش في العسل. معانا كوبايه من الدقيق الابيض بالشكل ده. بالنسبه للحلبه لمقدار 3 كيلو، ربع كيلو كتير عشان ما تمررهاش، هناخد 200 جرام من الحلبة المطحونة بالشكل ده. يلا بينا على البوتاجاز وهوريكم التسوية بتاعتها وطريقتها هتبقى ازاي. بصوا الطريقة دي هي الطريقة اللي اتعلمتها من اهلي زمان، صدقوني الطريقة دي جميلة. ونتوكل على الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وخطوة خطوة مع بعض. عندنا حلة ألمونيا تكون كبيرة، يعني أكبر من الحجم اللي هنشتغل فيه، عشان هنا العسل لما يفور ما ينزلش ويبهدل الدنيا. هنبدأ بكوباية من الزيت بالشكل ده. المقادير دي مظبوطة 100 واللي حابب يعمل الكمية دي يشتغل بالمقادير دي. هنقدح الزيت ونسيبه يسخن شوية كده على النار بالطريقة دي تقريبا كده. الزيت ان شاء الله دخل كده في السخونة بتاعته، جرب بس كده تمام. اول حاجة بحطها السمسم، ربع كيلو من السمسم بالشكل ده. كل واحد وليه طريقة، وطبعا كل واحد بيفضل طريقته. انا شايفة ان طريقتي دي افضل طريقة بشتغل فيها، ومفيش حد اكل الحلبة مني الا لو فعلا يعني بجد بجد يعني عجبته جدا. بصوا حطينا الاول الزيت، ويكون زيت كويس ونوعية نظيفة بالشكل ده. كوباية الزيت، بحط السمسم على نار متوسطة، لا هي عالية قوي ولا هي واطية قوي بالشكل ده. بصوا السمسم اهو ابتدى يخش في التحميص، وبنسمع منه كده طقطقه خفيفه، بنعرف ان هو اتحمص. يعني بنحمصه نص تحميصه، لان لسه هنحط برضو بالشكل ده. شايفين ادي السمسم اهو، ويبتدي يطقطق طقطقه خفيفه كده، ان هو كده دخل في التحميصه الحلوه بتاعته. هنا نص كيلو من السوداني المجروش بالشكل ده. بصوا الطريقه دي اللي انا بديها لكم جميله مضمونه، جربوها وهتدعوا لي وهتقولوا لي في التعليقات رايكم ايه. ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم بجد جدا. يعني انا الطريقه دي مجرباها مره واتنين وطول عمري بشتغل بيها، ومفيش حد ابدا علق عليها ابدا. هبتدي كده تقليب شويه برضو لمده 5 دقايق. هشم ريحه السوداني كده ريحه جميله، وهبص عليه الاقيه برضو اتحمص معايا تحميصه خفيفه بالشكل ده تمام. بصوا دخلت كده في التحميص بالشكل الجميل ده.
زي ما انتوا شايفين كده. عليها كوباية الدقيق. بصوا سهلة جدا ورا بعض بالشكل ده. النار متوسطة ولا عالية ولا واطية بالشكل ده. وهوطيها شوية برضو لحظة تحميص الدقيق. بصوا كده دخل في التحميص، شمينا ريحة الدقيق كأنك بتعملي بشاميل، نفس الريحة. هاخد معلقة كده ومعلقة تانية كده من المغات بالشكل ده. هو ده بقى سر جمال الحلبة. ولسه برضو هنكمل وهقول لكم للآخر سرها ايه اللي هيخليها التطعيمة واللون الجميل وما تغمقش ولا تتعقد منك ابدا. بصوا ريحة المغات مع السوداني مع السمسم بجد حاجة كده رائعة. بصوا بالشكل ده برضو فوق 5 دقايق كده هنقلب لحد ما نحس ان ريحة المغات التحميصة بتاعته طلعت معانا كده. انا شايفة ان 3 دقايق كفاية قوي. تمام. هجيب بقى العسل وانزل عليها بالشكل ده. حطيت كده العسل عليها وهقلبها على اتجاه واحد. بلاش نغير اتجاه التقليب بتاعنا للعسل عشان ما يفكش مننا. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين اهي بالشكل ده. طبعا جميلة جدا سهلة لحد الآن. الزيت ورا السمسم بنحمصه شوية، ورا السوداني حمصه تحميصة خفيفة، ورا كوباية الدقيق بيتقلب تقلبتين لحد ما بياخد نفس ريحة تحميص البشاميل. بعد كده معلقتين من المغات وبنلف برضو لفة كده عليهم بسيطة. والعسل هنفضل بقى نقلبه بالشكل ده لحد ما نلاقيه داخل في الغليان. بصوا معايا، هو معلش بياخد وقت شوية ولازم الحلة تكون كبيرة وغويطة علشان لما هتفور مننا هتشوفوا ما تدلقش مننا، وربنا يكفينا شر النار يا رب. الغليان اهو بالشكل ده. قلبها تقليبة ونوطي عليها سنة علشان نبتدي نحط الحلبة. انا بقى هعمل ايه في الحلبة بالشكل ده؟ حبة حبة احط كده وانخلها نخلة خفيفة كده معايا. تمام. يلا بالايد كده واشتغل بالايد دي علشان ما تكلكعش معايا بالشكل ده. كل ما احط حبة اقلبهم وارجع احط حبة كمان كده بالشكل ده. انا هحط باقي الحلبة بس انا مش عايزة اي كلكعة لغاية ما تغلي معايا. مش بكتر الحلبة. الحلبة لما بتزيد عن حدها بتمرر معانا. الحلبة مش هي اللي بتتقلها، هي مجرد طعم. اللي بيربطها معانا الدقيق اللي احنا بنحطه والغليان. فما نقولوش لا لازم نحط الحلبة عشان طعمها، لا 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 لا، مفيش الكلام ده. عشان تربط معانا لا، الحلبة طعم. 200 جرام ما يزيدوش عن كده في المقدار اللي احنا شغالين بيه يا جماعة. طبعا الحبة دول ما يترموش، انا بس ايه اهو بصوا في الاخر اعملهم كده هيفك معايا. انا عملت كده في الاول عشان ما تنزلش وتكلكع معايا وايديا مش مالكه. بصوا بالشكل ده. حطينا الحلبة الحمد لله اهي دابت مفيش فيها اي كلكعه بالشكل دوت. سيبها بس تغلي غلوتين عشان تربط معانا.
يعني زي ما بنسبك كده بالظبط. الصلصه بتاعتنا تتساب كده بتاع 5 دقايق 7 دقايق على النار بعد ما بنحط الحلبه بتاعتنا ويتطفى عليها على طول. بصوا انا بس عايزه اشوف افتح شويه كده، هسيبها على النار شويه صغيرين وهي بقى بتغلي الغلوتين دول. في الاخر قبل ما نطفيها معلقتين من المغات بالشكل ده، هي اللي بتديها بقى الطعم واللون وحاجه كده خيال. المغات ده بقى مع الحلبه مع العسل، جربوه وشوفوا بقى طعم الحلبه ايه. مش هتشتروا من بره تاني ابدا بالشكل ده. هفضل اقلب فيها لغايه ما يختفي كل حاجه عندي، حلبه مغات، ما يكونش فيها اي حاجه بالشكل ده كده بالشكل ده. افضل اعمل كده لغايه ما احس ان مفيش اي حاجه باينه معانا. نص ليمونه بس كده حلبتنا تمام. بسم الله ما شاء الله والحمد لله. خلصت وما خدتش مننا يمكن نص ساعه او تلت ساعه على النار لغايه ما بقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهي. فين لو انتوا عايزين تختبروها بتحطوا شويه كده في طبق زي ده بالشكل ده وبنسيبها بس 3 دقايق على جنب. خلاص كده انا طفيت عليها. هسيبها بقى تبرد وهنشوفه بقت عامله ازاي. تبرد شويه، ما نجيش جنبها ابدا طول ما هي بتغلي وبسخنه. انا طفيت على فكره النار خلاص، هي اللي بتفضل كده تدي مع نفسها شويه. نبعد عنها خالص لمده نص ساعه ساعه تهدى وتبرد ونبتدي نغرفها ونشوف حلبتنا هتبقى ازاي. وبكده خلصت الحلبه بتاعتنا بالشكل ده. ولما هدت كده شويه حطيناها في الاطباق ونبتدي نحطها في برطمانات ونشيلها. وبتقعد معانا فتره طويله، يعني ممكن تقعد 3 4 شهور ان شاء الله. مش هيحصل فيها اي حاجه بالطريقه اللي انا عملتها دي، ولا عمرها هتسكر. وخصوصا نص الليمونه واحنا بنطفي، هي دي يعني ليها كده ربطه جميله للحلبه ومفيده جدا. ووصيكم انكم تعملوها وتاكلوها. كفايه كميه الفوائد اللي هي فيها، والايام دي فعلا نوع من التقويه. واللي بيعمل دايت مفيش مشكله لو خدنا منها حتى لو ربع رغيف كده الصبح مع كوبايه الشاي او النسكافيه، مش هتعمل اي حاجه. هي مره واحده في السنه. بس انا كنت عايزه اوريكم حاجه قبل ما انهي الفيديو بتاعي. انا بحط كده معلقه وبركنها على جنب عشان اعرف انها استوت ولا لا. بجيبها كده في النص، طالما ما جوش على بعضيهم كده يبقى هي كده الحمد لله استوت وبقت حلوه كده تمام. حتى اختبارها انا وريته لكم. وكل سنه وانتم طيبين. ان الحلبه دي بتتعمل سنويا في فتره الشتاء، ويا رب تبقى سنه سعيده عليكم ان شاء الله. ومش عايزه افكركم تاني، انتوا لوحدكم فاكرين انا عارفه، باللايك والشير والاشتراك ونفعل الجرس عشان ينزل لنا كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.